بما اننا داخلين على اجازه وخلاص العيال هتقعد قدام التلفزيون طول الوقت، وعلى طول نعمل لهم فشار بالملح فشار بالملح، يلا نعمل لهم فشار بالكراميل بدل ما انتوا بتشتروه من بره بقد كده. مكوناته سهله وبسيطه وعندنا كلنا في البيت. ذره فشار، كربوناتو، سكر، ميه. هنعمل الفشار الاول، نحط شويه زيت ونحط الذره الفشار، نقلب الفشار شويه على ما الزيت يسخن عشان يفشر كله. هنعمل بقى الكراميل، نحط السكر، نحط شويه ميه، استنى عليه بقى لغايه ما لونه يغير ويتكرمل. ابتدى لونه يغير اهو، ابتدى يكرمل، الحمد لله شكلنا هننجح كده. السكر اتكرمل اهو خلاص، نحط شويه كربوناتو هيفور بقى خالص اهو. نقلب بسرعه عشان الكراميل كله يبقى في الفشار. هنقلب الفشار في الصينيه عشان يبرد، تحطيش ايدك عليه عشان سخن ولا الكراميل مسخنه خالص. نفرده كده على صينيه علشان يبرد، بعد كده نفكه من بعض، يبرد شويه وافكه واوريه لكم. هنبدا بقى نفكه من الكراميل بكل سهوله اهو كده. نبقى عملنا احلى فشار بالكراميل. واحده هتتخض من شكل الحله وتقول لي هتنضف ازاي يا ولاء؟ هقول لك سهل خالص. حطي فيها ميه وسيبيها منقوعه شويه، السكر هيدوب، او حطي فيها ميه وحطيها على النار تغلي، السكر كله هيدوب برده وهترجع الحله زي الفل.